تعيش الجزائر وضعا صعبا على جميع المستويات كغيرها من دول العالم الثالث. البطالة وارتفاع نسبة الفقر، تردي الوضع الاقتصادي، معضلات كبيرة تواجه البلاد. ما كانش تكوين اللي يجعل الانسان يبادر باشياء جديده. هذا التحقيق لا يرصد مشاكل التنمية المعهود سماعها، بل يغوص في ملامح الجزائريين المتعبة ويحلل نفسية الفرد الجزائري الرافض لتغيير الوضع القائم وأخذ زمام التغيير بيده. لما نتكلم على ذهنية الفرد الجزائري نحن أمام ظاهرة جديرة بالدراسة. ويشرح أبعاد الخطاب في جانبه السوسيولوجي. ما هو المفعول تاعك نتايا حاولت على تنمية البلد من خلال إعادة إحياء المفهوم الحقيقي للإنسان وما تفرضه خصوصيته من حقوق وواجبات. هذا التغير هذا يجعل العمل مكسب للإنسان، ونقيس ذلك على الواقع الجزائري ونكشف تناقضاته وقلة وعيه وإرادته لأخذ زمام الأمور، وذلك عبر نماذج مصغرة رصدناها في يومياته العادية. نورمال البلاجة دي انا كنت نعاون فيها، كنت صغير كنت نعاون فيها، ما على باليش اذا فيها الزيكو ولا ما فيها. الفتنة هذيك الشعب مسكين خلاص قلبه مات، ما قري قدام باللي نحيت اخت الخاطر اختي. في الأخير سنجيب عن أعقد إشكالية: هل المشكلة مشكلة فرد أو جماعة أو شعب في حد ذاته؟ طيب الله أوقاتكم بكل خير. يمر كثير منا بلحظات عصيبة كاليأس والفشل وفقدان المعنى الحقيقي للعيش، قد تكلفه ربما حياته وحياة آخرين. رغم ذلك لا يدرك أن حياته هي نتاج قراراته. هذه الحلقة من سلسلة الشروق تحقق ليست حلقة تحفيزية أو محاضرة في التنمية البشرية أو محاولة استعطاف، بقدر ما هي محاولة استنطاق لما يجول في ذهنية الفرد الجزائري عبر رصد العديد من الظواهر الغريبة. تابعوني. يعتبر الإنسان الكائن الوحيد العاقل من بين الكائنات الحية، حظي بمكانة كبيرة أقرتها جميع الديانات السماوية. الإنسان يبدأ من القديم بتطورات، وهذه التطورات لا تتوقف لتترك المجال لتطورات أخرى، فهي تستمر وباستمراريتها تولد حاجات أخرى تجعل هذا الإنسان ينتج عناصر أخرى تكون وتثري حياته. هذا يعني بزوج كلمات كيفاش تطور الإنسان عبر ملايين السنين. الإنسان بطبيعته هو اجتماعي، يعني لا ينعزل، ولكنه له ميول في أن يقيم علاقات مع بني البشر، وهنا تنجم الرغبات والطموح واختلافاتها، فيفكر الإنسان كيف يسير علاقاته وطموحاته ورغباته دون أن يصطدم برغبات وطموحات غيره. أين تقوم الخصوصية الإنسانية على عدة مبادئ وأسس حظيت بالحماية الكاملة عبر كل الأزمان الغابرة، سواء كانت هذه الحماية شرعية أو قانونية. إذا كان الإنسان عاقل مبدئيا يعني منذ البداية برانسيبيالمون، أو أصبح عاقلا بعد أن وضع أو عاش أحداث دفعته إلى التفكير العاقل أو التعقل الراسيوناليزاسيون، هذه الأشياء هذه ما نقدروش نجزموا فيها. يعني ما كاش واحد يقدر يقول لك بأن قطعيا الإنسان وجد كذا أو كذا.
هي فقط معطيات مبدئية. لما نتكلم عن التفكير فهو التصورات، هو المواقف، هو السلوك، لأنه ما هو ذهني نترجم عنه في الواقع بسلوك أو بفعل اجتماعي. التفكير الإنساني هو دائما ابن بيئته، ولما نقول البيئة هي الظروف، هي المعطيات، المتغيرات الموجودة في تلك الفترة الزمنية. ولذلك احنا نذكر مثال مالك بن نبي على أن التاريخ هو حركة تطور التفكير الإنساني. فالمجتمعات التاريخية هي المجتمعات التي يتغير لديها التفكير، عكسها المجتمعات اللا تاريخية أين نجد نمط التفكير دائما هو نفسه. يرى الكثير من الباحثين أن المصدر الأصلي لحقوق الإنسان هو الطبيعة الأخلاقية له، أي أنها تنبع من الكرامة المتأصلة في الشخصية الإنسانية. فكيف انعكس هذا الأمر على واقعنا الآن؟ التطور في الإنسان هو تطور مستمر، لكن كاين مراحل، ومراحل في أغلب الأحيان طويلة، يعني على مر القرون. هي تطور أفقي. في بعض الحالات تحدث أشياء، ثورات فكرية أو عملية تجعل هذا الإنسان يتغير، وفي بعض الحالات تغير جذري. مثلا الثورة الصناعية غيرت من حياة الإنسان، لكن تغير جذري. كيفاش كان عايش في القرن الثامن عشر وكيفاش عاش في بداية القرن العشرين، يعني الإنسان تاع القرن العشرين تقريبا ما يشبهش الإنسان تاع القرن الثامن عشر. هذه فرنسا. لندن. نيويورك. اليابان. الصين. وألمانيا. صور تنم عن العيش الرغيد الهادئ، أفرادها مقبلون على الحياة. أما هنا فأنت في الجزائر. صور وظواهر لا تحتاج للتعليق، تحتاج فقط للاستغراب والتساؤل والقيام بدراسة معمقة لفهم ذلك. والبداية كانت بطرح الإشكالية الأولى: كيف يمكن للإنسان أن يكتسب ذلك الوعي لأن يحيا بكرامة؟ إذن هنا نستحضر إسهامات وتنظيرات كارل ماركس الذي يشير إلى أن العامل الاقتصادي اعتبر عامل أساسي في التغيير، يعني التغيير على مستوى بنى المؤسسات، بنى ومؤسسات المجتمع والدولة. انتقلنا من علاقات اقتصادية إقطاعية إلى علاقات اقتصادية قائمة على الرأسمال وعلى الثروة وعلى تقسيم العمل، حتى آليات التفكير تغيرت. فالعامل الاقتصادي هذا أيضا ساهم في إحداث ثورة على مستوى التفكير الأدبي وحتى على مستوى التفكير الديني في حد ذاته. الإنسان قام بكل هذه الثورات، بينما لمدة قرون كان عايش تقريبا بنفس الكيفية. على المستوى العلمي
لمدة قرون كانوا الناس عايشين بقوانين كوبرنيك، لكن لما جاء نيوتن ثورة عارمة في العلم وتبعوا اينشتاين اللي هو قلب خلاص المبادئ العلمية الفيزيائية والكيميائية والفلسفية وحتى الأدبية وحتى الدينية. يعني في وقت زمني قصير تغيرت كامل نظرة الإنسان إليه، إلى نفسه وإلى العالم وإلى الوجود. تعد الثورة الصناعية في أوروبا من أكبر الثورات التي غيرت مجرى حياة الإنسانية. صارت فيها على قوانين الكنيسة، وقرر فيها الإنسان أخذ زمام الأمور بيده. The Industrial Revolution begins. Along with political revolutions in America and later France, this technological revolution forever transforms the landscape of the world. فتطورت شتى العلوم، سهلت فيها حياة الأفراد وأكسبتهم معنى حقيقيا للعيش، وجعلت ترمي بثمارها لدول العالم الثالث كالجزائر مثلا. هذا التغير هذا جعل المرأة تخرج تشتغل، جعل المرأة تلبس بطريقة تختلف، جعل المرأة تطالب بحقوقها، وجعل العامل يطالب بحقوقه، وجعل العمل مكسب للإنسان، وجعل العامل يطالب بحقوق حقوق الشغل طبعا، بصح كذلك العطلة، السنديكاليزم، كل النقابات. يعني هذه الأشياء كامل ولدت في وقت قصير. نزلنا إلى الشارع واخترنا نماذج معينة للتحدث إليها، وسألناها عن منظورها للحياة ومنظورها لحقوق الإنسان وحقها في العيش الكريم، فكانت الإجابات كالتالي. حق الحياة هذه ما الله أعلم. كاين طرق نساء الهجرة، كابا بالهجرة. بعد عرج حقوق الانسان ويمدوا لك الحقوق هذوما كيديمونديهم يمدوا لك. ما عنديش وما يخصنيش، انا انسان كومبلكسي. شوف لي انا هايدا والله ما نعرف نجاوب. انا واش على بالي، انا نعرف ربي يما وبابا وخويا هاولي. قدم الله الجيري ما كاش، انا ما نكذبش عليك ما عنديش جواب لهذا السؤال. ما لا يمكن ألا تلمس التناقض الموجود داخل الشخصية الجزائرية. وانتو تريفي في الجيري نورمال باسكو بلادي نحبها. بين ما يؤمن به وبين ما يريده وبين ما يريد أن يكونه وما يعيه أيضا. نعم أكيد هذه ظاهرة يعني تستدعي انتباه المختصين والخبراء وحتى المسؤولين، لأنه نحن أمام هذا الجيل اللي أشرت إليه الآن، جيل ما بعد أكتوبر 88 ولا جيل التسعينات، ولكنه ليس له خط هوياتي واضح، يعيش هنا ويفكر بطريقة أخرى، حتى طريقة تفكيره لا تنتمي إلى مجتمعه. نعيد التساؤل، لأن هذا الجيل نقدر نقول يتلقى معارفه واتجاهاته وميولاته من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من القنوات التلفزيونية أكثر مما يتلقاها من الأسرة أو من المدرسة أو من الجمعية أو من النادي على مستوى الحي إلى غير ذلك. ما كانش تكوين اللي يجعل الإنسان يبادر بأشياء جديدة، ما كانش تكوين ثقافي اللي يقول لك أنا الجزائري يعني كذا، ما كانش تكوين سياسي يقول لك أنا نحب مجتمع كذا. كاين تكوين عام اللي يجعل الجزائري مادة خام فيها زوج كلمات ثلاثة، عربي مسلم، والحرية تاعو هي حرية ميتافيزيقية، والتدين تاعو هو تدين إسلامي بالمفهوم العادي، بالمفهوم البسيط، بالمفهوم الأفقي، وما كاش حاجة أخرى فيها. ما عندوش إمكانية باش يفوت هذا التعريف العادي، هذا التعريف الأفقي، هذا التعريف البسيط، باش يقول من هو حقيقة، ماذا يريد أن يكون، ماذا يريد أن يكون الجزائري. إذن لما نتكلم على ذهنية الفرد الجزائري، نحن أمام ظاهرة يعني جديرة بالدراسة، تتداخل فيها المعطيات الأنثروبولوجية، السياسية، الاقتصادية، التاريخية وحتى الثقافية. فإذا هناك محطات تاريخية في تاريخ الفرد الجزائري أو الشعب الجزائري
كان لها أثرها البالغ، من بينها فترة الاستعمار الفرنسي اللي هي 130 سنة. ثورة التحرير في تاريخ الجزائري هي ثورة حاسمة، وبعد هذه الثورة الحاسمة إما أن يتقبل نفسه وبالتالي يعمل على التغيير، وإما أن لا يتقبل نفسه، يعني بطريقة غير شعورية. تكون هذه الثورة أكبر مما كان يتصور، أثقل على العقل الذي هو يحمله، وبالتالي تكون أثقل عليه فلا يتحمل الصدمة. تنحصر لغة الجزائريين في معظمها في خانة الشكوى والخطاب الاتكالي، وهذا ما ترصده وسائل الإعلام بشكل دائم، ويعبر عليه بعض الشباب البودكاستر في فيديوهات تحاكي ربما هذا الواقع في ظاهره. المجتمع المدني في الدول الغربية خاصة يمكن أن تجد المجتمع المدني في الدول الغربية شريك للسلطة في كل المجالات، خاصة المجالات المتعلقة بالتنمية. يعني الدول المتطورة تقوم باستشارة أطياف المجتمع المدني في كل الخطوات أو القرارات التي ستتخذها، بحكم أن الناشطين في المجتمع المدني لهم احتكاك كبير بطبقات الشعب، وبالتالي المجتمع المدني هو عبارة عن وسيط بين الشعب والسلطة، وبالتالي لا يمكن للدولة اتخاذ أي قرار دون استشارة المجتمع المدني. كاين فراغ في التربية. التربية أولا ما تمدوش المدرسة فقط، تمدوا الأسرة، الأم والأب، والشارع، وفي الخارج في المسجد، وحتى في المناطق أخرى فيه تربية، والمدرسة. هذه المدرسة أو هذه المحيطات المتعددة اللي تحيط بالطفل، واش تعلم الطفل الشيء الجديد اللي ما كانش يتعلمه بكري. في الجزائر الشيء الذي يؤسف عليه خاصة، رغم أن الشباب تقريبا هو رأس مال أي أمة وأي مجتمع، وهو حاضرها ومستقبلها، هو عتادها وعدتها، إلى أنه نلاحظ أن هناك عزوف تام للشباب عن الانضمام إلى مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني، ورغم يعني الإيجابيات التي توفرها. بكري الطفل ما كانش يتعلم باش يكون مسؤول، لأنه من اللي يزيد هو مسؤول. المدرسة إما ما كانش خلاص، إما يتوقف في السيزيام، يعني السنة السادسة يكون عنده 11 ولا 12 سنة ويبدأ يشتغل. دونك الطفل راه يولد مسؤول. في الماضي كان كل واحد قايم بنفسه، ما كانش لاسيستانا. درك صار الطفل يقرا حتى 18 سنة ولا 20 سنة ولا 30 سنة، في هذا الوقت كامل مازال هو طفل، ما راش يتعلم باش يكون مسؤول. ومن بعد بمجرد ما يجيب الدبلوم تاعو ولا يلقى شغل جديد، خلاص راك مسؤول. مسؤول عن ماذا؟ ما علمنالوش يكون مسؤول. يقال أن بناء الوطن ينطلق أساسا من بناء الإنسان لذاته، ولا يكون ذلك إلا من خلال معرفة هدفه في الحياة ووعيه التام لإنسانيته وبشريته وكرامته، وإدراكه التام بأن خصوصيته تفرض نمطا معينا من العيش، وأن مصلحته الشخصية تلتقي دائما مع مصلحة الوطن. لكن هل ينطبق ذلك على الفرد الجزائري؟ نسألوا الجزائري في حقوق الوطن قضية التنمية. ما هو المفعول تاعك نتايا حول على تنمية البلد؟ تطور إيجابي وسلبي. إذا كانت البلاد موسخة شكون وسخها؟ الشعب، أنت منهم. إذا كانت نقية نفس الشيء.
هل تساءلت عن دورك في تنمية هذا البلد؟ إذا كنت تساءلت عن حقك في السكن وحقك في التدريس وحقك في العمل وحقك في تدريس أولادك وحقك في لاغوتريت وحقك في لاغوتريت تاع المرأة إذا كان صارت لك حاجة، والواجب تاعك في تنمية هذا البلد وشنو هو؟ سؤال مطروح. لم يكن صعبا علينا اكتشاف ذلك. رصدت كاميراتنا فصل الصيف الفارض بعض الظواهر الغريبة، ونحن على مقربة من الشاطئ المركزي لولاية بومرداس. لفت انتباهنا أمر خطير للغاية. مياه الصرف الصحي تصب في شاطئ للعائلات أمام مرأى أعينهم، وأن هذا لم يمنعهم من عدم السباحة فيه. اقتربت من أحدهم، كان برفقة بناته الثلاث، وسألته عما إذا كان يعي وجود مياه قذرة تصب من أمامه وأمام بناته، وكانت هذه الإجابة. 150 متر بعيد علينا الزيكو تحت مين ساعة كبير معانا. ربي كاين ربي وخلاص، ما كاينش، ما عندناش وين نروحو. منين نروحو سير شارج نورمالمون لهنا نجيو نيطواييو، نورمالمون المير يجي يدور هكذا يشوف، كاين نورمالمون لا سكيورتي، نورمالمون تجي تشوف ثاني حماية تاع البيئة. هاكي تشوفي لا بوبيل تاع قدام، فهم قدام لا بوبيل قدام الروكار. نورمال تجيك عادي تفهم قدام وين راح تروحي؟ لا نورمالمون هنا تجيو نيطوايو باسكو هادي اونسيان فيل بومرداس نورمالمون راهي صافي كيما لقيت من بعد تاع الزوالية. يبدو أن هذا الرجل لا يبالي. المشكل ليس مشكل ماديات، والمشكل ليس مشكل دولة، إنما المشكل مشكل مجتمع. ماذا تفعل الدولة إذا سنت مجموعة من القوانين لا تحترم؟ ماذا تفعل الدولة إذا صادفت هذا المواطن الذي لا يعرف حتى معنى المواطنة، بأن المواطنة حقوق وواجبات؟ عندما المواطن يطالب كل العمر يعني بحقوقه ولا يقدم الواجبات، هنا الاختلال. هذه ليست مواطنة. تصنيف مبني أساسا على نمو الشخصية في حد ذاتها. نبدأ بمرحلة الطفولة. هذه المرحلة السلوك لا يكون يعني مصدره الشخص في حد ذاته، يعني الطفل ما يقررش، لكن كاين حاجة نسموها عقدة التعلق، لو تروبل داتاشمون، ما بين شخصية الطفل والجو العائلي. كي نحكيو على الجو العائلي أساسا الأم والأب، ونركزوا على الأم أكثر. لماذا؟ كاين نوع من التفاعل يعني النفسي ما بين شخصية الأم وشخصية الابن في حالة وجود يعني نظام في الحياة وبرنامج وتكوين، وكاين حوار وكاين تفهم وكاين تعلم. طبعا الطفل راح تكون شخصيته سوية، وراح يكون نمو طبيعي، وراح تكون أفكاره عقلانية، والأفكار العقلانية تؤدي إلى سلوك صحيح. عاصمة أكبر دولة في المغرب العربي، العاصمة الجزائرية، ليست أحسن من سابقتها. مياه الصرف الصحي القذرة تصب أمام مرأى الجميع، رائحة كريهة تنبعث في كل مكان. لفت انتباهنا وجود شاطئ ببلدية المحمدية مكتوب عليه ممنوع السباحة. نزلت أنا والمصور نتفقد الأمر، لنفاجأ بوجود عدد كبير من المصطافين فيه رغم وجود اللافتة ورغم القذارة. اقتربت
ذهبت بالأحدهم وسألته عما يعي ما يحدث من أمامه. كيفاش حتى نخيرتوا هاد لابلاج؟ كندورو عجبتنا بلاصة هنايا مليحة سعيدة وفن. بصح ما شفتش باللي مثلا مكتوب لي ممنوع السباحة؟ ما يعوموش يشوفوا هكا يسوي نزهوا. يمشوا يعوموا مستعمل نزهوا صار. بصح ما يدخلوا في الماء ما باسكو هاد لابلاج ماشي هاجر هذاك اللي باش ايه ها ما كاش واش ما كاش فلاش من داري لا لانه البحر مش نظيف. سألت هذه السيدة نفس السؤال أيضا. لا أنا أول مرة جيت بنتي لي. إيه لا مش نقصد أنت تروحي لابلاج مثلا للدراري. تشوفي اسكو محروسة الشاطئ ولا لا؟ لا يكون محروس، عفوني يروح واحد شكون يجيب. أنا باكل هذه خفت عليهم. بصح هذا الشاطئ غير محروس. يا خيتي جيت وخلاص أنا جيت عيد حب واسع. انتم مدوني نشوف. وعلى تفيقي بلي شغل تنتبهي بلي لابلاج موسخة ولا لا؟ والله ما على بالي. إنهما لا يعيان حجم الخطورة. هذا الشاب اعترف بأن هذا الشاطئ ملوث بالقذارة، لكنه يصر على أن يغطس ابنه الرضيع داخله. سألته عما إذا كان لا يخاف على صحة ابنه جراء ذلك. ما على باليش أنا جيت جبته هنا شي مخرج ليه وخلاص. ما على بالكش بلي كان فور اكزومبل الموسخ بالك يضر هو طفل صغير ما عندوش المناعة بالك. نورمال بلاج هذه انا كنت نعوم فيها كنت صغير كنت نعوم فيها. ما على باليش إذا فيها الزيكو ولا ما فيها. ما فيهاش بلاكة تقول فيها الزيكو. والناس كاع تجي هنايا. كاين ممنوع السباحة. كاين ممنوع السباحة، ممنوع السباحة باك عاجر لي روشي باك بلاصة هذه ممنوع فيها. وين كاين مسموح السباحة خلصي ريال اللي عنده يخلص. واللي ما عندوش كلاه بوبي. هنايا مسموح الموت. إنه أمر محير فعلا. ترى ماذا عن هذا الرجل؟ وإحنا الشواطئ تاعنا كاع ماشي نقيين اختي. نقولوا صراحة شواطئ الجزائر والله ما مقيين. والله كنت في بومرداس تشوفي حوايج تشوفي العجب وتخلصي باش تدخلي. تلحقي الباراسول يقول لك لا أنا حاط أنا كاري. يبا تقع مزال ما تقعدي ما تشربي قهوة ما والو تكحي ميتينك. تتبالك هذه نورمال خليونا نروحوا لي بلاج. إنه يريد من السلطة أن توفر له شاطئا مجانيا حتى لا يقوم بإيذاء نفسه. في المجتمع الجزائري هناك مشكلة ثقافة المكان أو ثقافة التعامل مع التعامل مع المكان، بمعنى أن شرعية من يقول أن هذا ممنوع غير معترف به إلى حد ما. وكأن الشاب أو كان العائلة الجزائرية عندما تذهب إلى مكان معين وترى بأن هذا المكان ممنوع للسباحة أو ممنوع الترفيه فيه أو المكوث فيه أو التعامل معه، وكأن من يقول ممنوع غير معترف به. يعني وكأن السؤال المطروح لدى العائلات الجزائرية لماذا ممنوع؟ أين الإشكال؟ يعني وكأن يعني القول بأنه ممنوع يجب أن يعني التفصيل فيه ما نقصد بالممنوع. عندنا قضية اللامبالاة، عندنا قضية لا يهمني، عندنا خاصة قضية اللامبالاة هذه. لا يقيسون الأخطار. لا عندما يضع القانون مثلا يضع القانون لافتة ممنوع السباحة كأنها في أذهانهم غائبة غير موجودة، يرونها ولكن عندما يكون الفكر فوضوي لا يرى هذه تضعين إشارة قف في الشارع لا يراها. هناك عملية نفسية يقوم بها الفرد الجزائري أو العائلة الجزائرية أو يعني المجتمع الجزائري، وكأنه يعطي رسالة للجهات التي يعتقد بأنها مخولة لكي تعطي له الأماكن التي يمكن أن يترفه فيها، يعني وكأنه يجرم هذه الجهات. يعني هناك رسالة مبطنة عندما يدخل أو يعني يستعمل الفرد الجزائري الأماكن الممنوعة والأماكن الخطرة، وكأنكم في غياب تعطيركم وفي غياب الأماكن ها أنا ذا، ها أنا أين أن أستجمم وأين يعني أترفه في الأماكن الخطيرة. قف عن الخطأ غير موجودة، حتى وإن نضع عشرات الإشارات قف، يقف خوفا من القانون
ولكن لا يقف خوفا عن نفسه وعائلته، لا يقف خوفا من المخاطر، ولكن يقف خوفا من سحب رخصة السياقة. هذا هو الخطر اللي موجود في المجتمع. الأم عندما تقوم بأخطاء تربوية أو بتربية قهرية، ولا كاين نوع من العنف اللفظي أو الجسدي، ولا كاين نوع من اللامبالاة والتهميش وغياب التحفيز وغياب الحس بعاطفة الأمومة تجاه الطفل، طبعا راح يأثر على النمو النفسي سلبا، وراح تتكون شخصية الطفل في إطار أفكار غير عقلانية، وهذه الأفكار بالضرورة تؤدي إلى أخطاء سلوكية. هذه الأخطاء راح يحتضنها المجتمع. انطلقنا صوب جهة أخرى على وعسى أن يكون ما رأيناه سالفا مجرد حالة شاذة لا يمكننا أن نقيس عليها، وأن نجد أناسا آخرين لهم وعي بأهمية الحياة التي يمتلكونها. وصلنا إلى الشاطئ كيثاني ببلدية باب الواد. عدد هائل من المصطافين، وجدنا أفظع مما رأيناه من قبل. عدا مياه الصرف الصحي، هذه المرة أفراد يسبحون وسط القمامة، بينهم أطفال مع أولياء أمورهم. استفسرت من هذا الرجل عما يحدث. قبل ما دزنا في التسعينات في البيتنا هذيك الشعب مسكين خلاص قلبه ومات، ولا يحوس يقول لك حشيشه طالبه معيشه. الناس ولا تحوس لابي العافيه مالغري قدام الزبل، مالغري قدام الزبل اللي حيت يقتل خاطر اختي. برر لي بأن الفرد الجزائري قد تأزم نفسيا من أحداث العشرية السوداء، ولم يعد يهمه المطالبة بحقه. ميوني دي سيتوان الجيريان نحبوا بلادنا، ماشي البلاد هذه ماتوا عليها رجال اختي، ماشي انسان يعذر. شوفي فرنسا واش دارت، كان سكونداني امون باش تستفدهم، يشوف صاحبو كي يتقطع راسو. هذه انا ما نساهاش اختي. يبدو أنني قلبت مواجع الرجل. وبينما نحن نحاول رصد هذه الظواهر ونحاول إيجاد تفسيرات مقنعة لها، تعيش الجزائر وضعا صعبا على جميع المستويات كغيرها من دول العالم الثالث. البطالة وارتفاع نسبة الفقر، تردي الوضع الاقتصادي، معضلات كبيرة تواجه البلاد. ما كانش تكوين اللي يجعل الإنسان يبادر بأشياء جديدة. هذا التحقيق لا يرصد مشاكل التنمية المعهود سماعها، بل يغوص في ملامح الجزائريين المتعبة، ويحلل نفسية الفرد الجزائري الرافض لتغيير الوضع القائم وأخذ زمام التغيير بيده. لما نتكلم على ذهنية الفرد الجزائري، نحن أمام ظاهرة جديرة بالدراسة. ويشرح أبعاد الخطاب في جانبه السوسيولوجي. ما هو المفعول تاعك نتايا حاولت على تنمية البلد من خلال إعادة إحياء المفهوم الحقيقي للإنسان وما تفرضه خصوصيته من حقوق وواجبات. هذا التغيير هذا يجعل العمل مكسب للإنسان، ونقيس ذلك على الواقع الجزائري ونكشف تناقضاته وقلة وعيه وإرادته لأخذ زمام الأمور، وذلك عبر نماذج مصغرة رصدناها في يومياته العادية. نورمال بلاج هذه انا كنت نعاون فيها، كنت صغير كنت نعاون فيها، ما على باليش اذا فيها الزيكو ولا ما فيها. الفتنة شربت شي ما برك ماشي حاجة، وكل ما جاوك شهادك عرفت بلي كنت غرقت.
مثل هذه الظواهر وكثير منها تتكرر في المشهد الجزائري العام بشكل ملفت. اللامبالاة التي تؤدي إلى الموت وإلى إلحاق الضرر بالآخرين، فهل هي مرض أم ظاهرة عابرة؟ هذا الشخص عادة يعاني من اضطراب نفسي، يعني قبل الولوج في الأعراض وطريقة علاج يجب أن نشخص. وهذا التشخيص يقولنا أنه هذا الشخص يتميز بانفصام في الشخصية، يعني عنده بعض القرارات غير طبيعية، وعنده بعض الميولات حادة وشاذة سلوكيا، يعني تحتاج إلى علاج. كل هذه تنشئة في البيت. الطفل المنتقم الذي لا يخاف على نفسه، الطفل الذي يفتقد الرحمة على نفسه، الطفل الذي لا يبالي بالمخاطر، الطفل العنيف. يجب يعني الخضوع إلى علاج نفسي بدرجة أولى. ولماذا الدول الأخرى المتقدمة في الجانب النفسي يعني نجحت في السياسة الاجتماعية والعائلية؟ لماذا؟ لأنه كان خبراء نفسانيين على تعيش الجزائر وضعا صعبا على جميع المستويات كغيرها من دول العالم الثالث. البطالة وارتفاع نسبة الفقر، تردي الوضع الاقتصادي، معضلات كبيرة تواجه البلاد. ما كانش تكوين اللي يجعل الإنسان يبادر بأشياء جديدة. هذا التحقيق لا يرصد مشاكل التنمية المعهود سماعها، بل يغوص في ملامح الجزائريين المتعبة ويحلل نفسية الفرد الجزائري الرافض لتغيير الوضع القائم وأخذ زمام التغيير بيده. لما نتكلم على ذهنية الفرد الجزائري نحن أمام ظاهرة جديرة بالدراسة. ويشرح أبعاد الخطاب في جانبه السوسيولوجي. ما هو المفعول تاعك نتايا؟ حاولت على تنمية البلد من خلال إعادة إحياء المفهوم الحقيقي للإنسان وما تفرضه خصوصيته من حقوق وواجبات. هذا التغير هذا يجعل العمل مكسب للإنسان، ونقيس ذلك على الواقع الجزائري ونكشف تناقضاته وقلة وعيه وإرادته الأمور. وذلك تعرفي مع المغرب كيما جاش قلت لها اختي منا، قلت لها ويا اختي، قلت لها لا حميمه ما جاش واش بيه، روحي. قالت لي انت دائما ديريها. ومن بعد رانا برا احتاج اخوه، قال لي هو كيسمع باللي اليوم في الحوايج، قال لي دخلي قال لي انت دائما ديري لي عليها هكذا. قال لي على بس علي ما فيه والو. قال لي راه قاعد معايا انا نقول في قلبي هذا ما راحش يحوس على خوه، صرنا يأس فيا هذا على ما راح يحوس على خوه. وليت ما بغيتش نهضر له، قلت خليها مع روحي باك. ومن بعد الصباح الخمسة اللي كان حنا قاعدين على الخمسة ذاك الساعة قال لي استني دوك راح نشوف لك حميم من وراه. هو راح لقاه حتى واحد ما طاقيت جبته، هو اللي جبته. وليدي ما عنده حتى حاجة زعما هكذا تاع عديان ولا بإليبسي، هي اللي كيدخل حكمة الدخان في الاخر. هذا ما نقدر نقول لك راني شيطاني ما تقدرش. كي يكون واحد في وضع كارثي لو كان يقدر يسعى ويقدر يغير ما يوصلش له الحالة الكارثية اللي كان فيها، هي نتيجة الجهل ونتيجة نقص في لي زينيسياتيف. ما ياخذش ما يقررش باش يغير الاشياء، ما يقدرش يقرر باش يغير الاشياء. مالف يتبع ويتبع ويتبع وتعود على هذيك الطريقه. يجي كي يكون واحد عايش طول حياته ويقولوا له واش لازم يدير ويستنى هذاك لاسيستانا اللي عايشين فيه، يستنى باش يمدوا له دار ويستنى باش يمدوا له خدمه ويستنى باش يبدلوا له يرجع هو ما عندوش ان اسبري دينيسياتيف، ما يقدرش ياخذ هو ولا حق المبادره.
ما يقدرش يعمل مبادرات وحده باش يغير من الاشياء اللي يعيشها من الظروف تاعو. دونك صارت وضعيه هكذا عايشينها، حتى واحد ما على باله منين جات، لكن عندها اسباب اجتماعيه، عندها اسباب سياسيه، وعندها اسباب ثقافيه، لكن السبب الرئيسي هو انه منعنا الجزائري باش يكون حر. التفكير الانساني من سمته يعني باش يكون مقبول انه يكون تفكير منطقي عقلاني موضوعي علمي، ويعكسه ايضا او في الجهه المقابله يقابله يقدر يكون التفكير خرافي. الان هنا العقل، لان العقل هو وظيفه التفكير، هو الاداه المنتجه لهذا التفكير. العقل الانساني طبعا يختلف، فكل ما الانسان حيكون تفكيره خرافي قد ما راح يبتعد عن الحقيقه الموضوعيه وحقيقه الوقائع الاجتماعيه. لما الانسان يكون تفكيره علمي موضوعي عقلاني ويبني طبعا يبني المعرفه على اسس علميه، اكيد راح يكون التفكير هنا منطقي ويكون تفكير محكم. حالات أخرى كشفتها لنا الشبكة الوطنية الجزائرية لحماية حقوق الطفل، آثار وخيمة تحمل عبئها أطفال ومراهقون جراء النظرة الدونية للحياة وعدم الإحساس بقيمتها من قبل أهاليهم. لازم تعرف بأن الإهمال قانونا ممنوع، لأنه فيه مسؤولية اجتماعية ومسؤولية جنائية في بعض الحالات، لأنه كاين أطفال تم إهمالهم وصلوا إلى الموت، وهنا مسؤولية جنائية. احنا جاتنا حالات وين الأطفال سكروا عليهم لمدة 3 أيام ما يأكلوش، هذا إهمال. وأكثر من ذلك تم تعنيفهم في عمرها 5 سنين، كاين فتيات في عمرهم 4 سنين، وأكثر من ذلك بعدها تم إهمالهم يعني بصورة ما تصورش. يحطوهم عند عائلات أخرى على أساس أنه يعني يقاردوهم ليوم أو ساعات، ثم يتخلوا عليهم ل5 سنوات إلى 6 سنوات. هذان الشابان بعمر المراهقة قررا أن يفتحا قلبيهما ويتحدثا معي دون شعور منهما عن معاناتهما وتحملهما لخطيئة حياة والديهما لمجرد أنهما قد قررا أن يعيشا حياة مهدورة. وسنة أولى سنة ثانية كيفاش حتى قريت؟ فرصي وكيفاش قريت؟ هكاك. كيفاش حتى خرجت من القراية؟ بعد خلاص قريت وما رايحين غير نقراو ما قريتش، بغا نبقى غير نعاود ونشري. خرجت وحدك هكا؟ خرجت. وداركم مش خرجوا؟ قال لي مع الأول بابا ما تخرجش، ومن بعد خلاص قلت له خلاص. ما قال لك واحد؟ بس قال لي من بعد ما خلاص. لأنه الإهمال ما هوش فقط الإهمال المادي، فهمتي؟ قال تخليت على يدخل فيها كل أنواع الإهمال بما فيها تعطيل التمدرس، يعتبر إهمال. كاين ظاهرة يعني منتشرة جدا في الوسط المدرسي، غياب التركيز وعدم الرغبة في التعلم وانتشار العنف في المدارس وغيرها. يعني بدرجة أولى هي ظروف يعني معيشية غير منسجمة مع أفكار هذا الطفل، وين يكون في حال تذبذب، وتذبذب لدى طفل و2 و5 و10 و100 راح يكون تذبذب عام، ويكون فيه يعني فوضى نفسية. ثم عندما نتحدث عن المراهقين، الطفل يعني يخرج من إطار مسؤولية الأب والأم، يقدر يستقل بشخصيته، يعني الانديبوندونس. هذه الاستقلالية تؤدي به إلى قرارات خاطئة، يعني مثلا يدي قرار للتسرب المدرسي، يدي قرار مثلا يدخل في إطار أقران يعني غير أسوياء أو شبكات إجرام ومخدرات. طبعا هذه الأمور تبدأ بصفة تدريجية، ثم مع مرور الوقت يكون فيه يعني انهيار نفساني. لماذا؟ لأنه هذا الشخص فاقد للثقة بالنفس، وهذا المراهق يحتاج إلى تقدير الذات
لم يجده في العائلة، لم يجده في الوسط الاجتماعي. لما أنا غير خرجت من الكل زدت نخدم. كيفاش بديت بالباركينغ هذا ديريكت، ملي خرجت وأنا نخدم باركينغ. ما ندمتش ما تحبش ترجع تقرا ولا؟ تندمي بصح اختي، هي تندمي ما كاش. تندم على واش؟ تندمي على القرايه هذه. ما عندوش لا سيكوريتي سوسيال، يعتبر إهمال، يعاقب عليه القانون. لكن المشكلة تاعنا شكون اللي بلغ القضاء على هذا الإهمال؟ شكون اللي يدافع على هذاك الطفل داخل العائلة ويكشف الأمر بأنه الأب تاعو راه يهمل فيه؟ في طرام بارك هذا بصح لو كان ما جاش ممنوع، هو كان ممنوع للناس تخاف. كنت تحاول من الباركينغ؟ ما نقدرش. كيف ما نقدرش نتحاوز منه. علاه؟ دوك حتى ندير 16 باش خلاص، زعما ما نقدرش نحبس من الباركينغ هذاك، ما كاش منين نجيب طرام من بعد. باغيها ولا حبيتها تبدل؟ انا نحب نبدل حياتي كاع، نحب نبدل. انا نحب نبدل كاع، ما نبياش الخير باش نروح نخدم في الباركينغ هذا. واش تبغي؟ انا وحدي ندير 16 نخدم نولي بخدمتي، عندي وقتي، عندي شهريتي. وصلت لزمان. ليسي؟ لا لا. وين؟ هسية. جي من الشوارع؟ وخرجت؟ خرجت خلاص. علاه؟ شغل راسي شغل ما راحش في القراية. راح حاجة أخرى تخدم تنافيكي. كيفاش حتى أنا ما قال لك ولا خرجت من القراية؟ قالوا لي دير 16 كويزين يماك ما ساعدتنيش. خرجت مريح نافيكي باركينغ كل نهار ونهار. صاحبك شو راك صغير شوية على الخدمة؟ نورمال. راك صغير؟ مش صغير. ما قال لك والو كي خرجت؟ قال لي والو، قال لي مع الاولى لا خرج، خليك تندم هي بصح يقول لك ندم تجي اعراف. صح الله غالب. علاه لا غالب؟ علاه على باليش انا على باليش على الله غالب، شغل انا كي شغل عقلي ماشي في القرايه. القضاء عنده بزاف الحالات، فيقول لك هذه ماهيش أولوية. شايفة؟ صح. ولكن تبدأ بها. اليوم تهملته ماهوش في المدرسة، ولكن غدوة يصبح لك مجرم. لو ما يكونش عنده مرافقة إلى آخره من المشاكل. يعود سبب عدم الشعور بأهمية الحياة كنوع من الإخفاق المبكر أو الانهزام دون التفكير بأي حل تجاه أي شيء. تشترك فيه عدة عوامل اقتصادية وسياسية وتربوية سيضطر لحمل عبئها مختصون نفسانيون واجتماعيون وأساتذة للأنثروبولوجيا والفلسفة. هذا يعني هذا نعاود مشكل نطرحوه يعني حتى على مستوى المنظومة التعليمية والمنظومة الجامعية. كيف مثل هذه التخصصات اللي يوجهوا لها أصحاب المعدلات في البكالوريا، أصحاب معدلات 10 و11 اللي هي مثلا الأدب والفلسفة، علم النفس وعلم الاجتماع. يعني الناس اللي حصلوا على معدلات دنيا في البكالوريا أمامهم يعني الأبواب مسدودة، فقط الشيء المتاح هو هذه الشعب. إذن هناك إهمال أو عدم الالتفات إلى هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتعطى الأهمية أكثر إلى العلوم الرياضية والعلوم التقنية. الآن مدام مثل هذه الممارسات التي تبين بأنه لا مستقبل للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مادام الآن نحن نوجه فقط الطلبة الضعاف أصحاب بكالوريا مثلا الضعاف، وما فيش تشجيع وإقبال وتشجيع أيضا للبحث العلمي في هذه التخصصات، فبالتالي هذه هي النتيجة اللي نشوفها الآن على مستوى السلوك الاجتماعي وعلى مستوى الفرد أيضا. كاين شيء نو مونكون، كاين حلقة خصت ناقصة في التطور تاع الشخص الجزائري، وهذه الحلقة لازم نبحثوا عليها ونشوفوا شنو هي، ونشوفوا إذا كنا نقدروا الآن نعوضوها نحطوها في مكانها ولا نخدموا بلا بها، لكن أخذين بعين الاعتبار أنها غير موجودة في مكانها.
هذه الاشياء كامل لازم السوسيولوج علم الاجتماع، الانثروبولوج والفيلسوف لازم ينظروا لهذا المجتمع ولازم يفكروا في هذا المجتمع، ولازم كل هذه القضايا هذه تدخل في برنامج المدرسي، ليس برنامج المدرسي للأطفال بل برنامج تكويني للأساتذة، حتى الأستاذ يتكون على كل هذه العينات ويعرف كيفاش يطور مجتمع الغدوة. تكون المدرسة الجزائرية تخرج أطفال أو شباب يشبهوا الصينيين ويشبهوا الأمريكيين ويشبهوا الروسيين ويشبهوا الأوروبيين ويشبهوا العرب الآخرين. يبدو أن طريق التغيير في الجزائر لا تزال طويلة، تبدأ بالنهوض بالذهنيات أولا وتهذيب بعض السلوكات والممارسات كما حدث في عصور التنوير سابقا.